السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو هذا جبت لكم طريقة تحضير العصير ديال الموز والافوكا بالحليب. شوفوا معايا المقادير اللي غادي نحتاجو. دونك غادي نحتاجو 2 بنانات كما كتشوفوا متوسطي الحجم، غنحتاجو يعني حبه ديال الافوكا، وكنحتاجو نصف لتر من الحليب. دونك اول خطوه كنقوموا بها هي كنقيو البنان ديالنا وتنقطعوه يعني دوائر صغار كما كتشوفوا معايا. كنحطوها مباشره في العصاره، وبنفس الطريقه كنقوموا يعني بتقطيع الموزه الثانيه. دونك تنقشروها حتى هي كذلك كنقطعوها دوائر وكنحطوها مباشره في العصاره. بعد ذلك يعني كنقوموا يعني بتنظيف هاد يعني بإزالة القشرة ديال هاد الافوكا هذه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. يمكنكم تعتمدوا على هاد الطريقه هذه اولا تشدوا هاد الافوكا هذه وكتقسموها الى نصفين، كتحلوها وكتاخذوا واحد الملعقه وكتجبدوا داك المحتوى الداخلي ديال الافوكا. دونك نتوما عندكم حريه الاختيار. من بعد كنقوموا بتقطيع الافوكا الى شرائح وكنوضعوا يعني دوك المربعات مباشره في العصاره كما كتشوفوا معنا. دونك كنوضعوا الشرائح مباشره في العصاره ديالنا، وبطبيعه الحال يعني التشجيعات ديالكم كتهمني، وذلك يعني بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك وكذلك زر ديال البارطاج. دونك هنايا كنوضعوا الحليب، يعني كما لاحظتوا معايا كنحاولوا نوضعوا كميه قليله ديال الحليب وكنحاولوا نطحنوا باش يتطحن المحتوى كامل، مبقاولناش طريفات هكا كبارين ديال لافوكا وديال الموز. دونك فاش كنطحنوا مزيان نقدروا نزيدوا يعني الكميه المتبقيه، كنحطوا بحال على اون بيوري، كنزيدوا عليها يعني الكميه المتبقيه ديال الحليب وكنكملوا الطحن ديال العصير ديالنا. هو العصير كيجي يعني خاتر وعاقد واحد شويه، بغيتو يكون خفيف يمكن نزيدو يعني كميه اكثر من الحليب. يمكن لكم كذلك حيت انا في هذا الفيديو هذا وكما كيعجبني نديرو كنبغيه يكون طبيعي 100%، يمكن لكم تحليوه الناس اللي باغين يكون حلو شويه تحليوه بالتمر، بالزبيب، بالعسل. دونك كاين بدائل اللي هي طبيعيه. بغيتوه ما يكونش طبيعي يمكنكم تضيفوا غير السكر فقط، لكم الاختيار. دونك كما كتشوفوا معنا فاش كنوضعوا العصير ديالنا في الكاس، دونك هذا هو القوام ديالو، كيكون خاسر واحد شويه. وبالنسبه للمذاق بلا ما نقول لكم انا يعني من الناس اللي كيبغيو يعني الاشياء اللي هي طبيعيه والعصائر اللي هي صحيه وطبيعيه ومفيده بطبيعه الحال للقلب والجهاز العصبي الى اخره. دونك كنشجعكم باش نتوما تحاولوا تلجؤوا الى هاد العصائر هذه وتبتعدوا على كل ما فيه مواد مصنعه ومواد حافظه. دونك هذا هو الفيديو ديالنا لهذا اليوم، كنتمنى يكون العصير عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بوصفه جديده. ما تنساوش التشجيع ديالي لان تشجيعاتكم كتهمني، وذلك بالضغط على الاعجاب، بالمتابعه وكذلك بالبارطاج او بالنشر ديال الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.